ثلاث اخطاء لو انت مواظب عليهم اضمن لك ان حياتك الماليه هتبقى في كارثه، هتعيش مديون وفقير ومفلس طول حياتك. الغلط الاول ان انت بتعتمد على مصدر دخل واحد. مش هقولك تستثمر فلوسك والكلام الكبير ده، بس على الاقل حاول تتعلم مهاره او خدمه تقدر تقدمها للناس اونلاين. لو نص ساعه، بس نص ساعه اتعلمت فيهم حاجه يوميا، اضمن لك ان خلال سنه انت بتشتغل بالمهاره دي وهتبقى شغلك الشاغل، وهتبقى فعلا هي مصدر دخلك اللي انت معتمد عليه. تاني غلط انت بتقع فيه هي فكره الديون الاستهلاكيه، القروض، الكريدت كارد. على قد ما تقدر حاول ما تقعش في فخ الديون دي، ولو حصل وقعت فيه حاول تخلص منه في اسرع وقت. تالت خطأ انت بتقوم بيه ان انت بتصرف كل دخلك، ما بتحوش اي حاجه للزمن. مش هقول لك بقى 30 و40%، بس 10%، 10%، 10% من كل مرتب او من كل شهر هيفرق معاك جدا، وهينجيك من مصايب محتمله جدا في المستقبل. دي بقولها لك انا عن تجربه، عن ظرف طارئ حصل معايا، اللي ساعدني في الفلوس اللي انا كنت بوفرها دايما كل شهر.